السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل الزبادي في البيت. زبادي حلو جدا وموفر واقتصادي. زبادي متماسك زي ما انتم ما شايفين كده بطريقة اقتصادية وسهلة وموفرة. وكمان هنعمل الزبادي زي ما انتم ما شايفين متماسك ازاي. انا كنت عاملاه في علب الزبادي اللي انا شارياها من بره دي، بس انا قلت علشان تتاكدوا ان انا اللي عاملاه عملته لكم في كوبايه تانية من البيت علشان تتاكدوا ان انا اللي عامله الزبادي ده متماسك ازاي. الزبادي بيطلع قطعة واحدة وكريمي وناعم. لو حبيتي تعملي مشروع في البيت اعمليه، سهل مش متعب، مربح جدا، اقتصادي زي ما انتم شايفين كده، ومشروع ناجح. بس في بداية الفيديو يا ريت تنزلي تعملي لي لايك على الفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد انا هنزله. انا عندي كيلو من اللبن غليته وسيبته يبرد لحد ما يوصل لدمعة العين زي ما انتم شايفين كده. وهشتري علبة من الزبادي من بره علشان هي دي خميرة الزبادي. انا بصفي اللبن، انا بصفي المية قصدي، مش عايزة المية دي، انا عايزة الزبادي بس لوحده. فهضيف علبة الزبادي دي في كوباية على جنب، وهاخد شوية من اللبن وهضرب الزبادي ده، لازم ادوبه كويس جدا جدا مع اللبن. فعلشان اتاكد ان الزبادي اتدوب جدا او اتجانس مع اللبن فانا بخلطه بالخلاط او بالهاند بلندر بتضربيه. ده سر نجاح الزبادي. وبجيب اللي انا ضربته بضربه في بقيه الخليط كله او في اللبن كله زي ما انتم ما شايفين كده. هضربه الكميه كلها بالهاند بلندر او بالخلاط، وبضيف معلقه من السكر الكبيره، معلقه سكر كبيره على كيلو اللبن، وتفضلي برضو تضربي فيه. معلقه اللبن دي بتعمل ايه، معلقه السكر دي بتعمل ايه، بتخلي الزبادي بتاعنا يتماسك اكتر. هنا خلاص اللبن اتضرب كويس مع الزبادي، وبضيفه في كوباية تانية. انا ليه بضيفه في كوباية تانية؟ علشان مش عايزة اهدر من اللبن، يعني لو جيت دلقت من الكمية كلها ممكن يدلق مني على جنب، واحنا مش عايزين نهدر من اللبن، احنا عايزين نوفر. بتجيبي اي حاجة تانية وبتدلقي فيها او بتحطي فيها في علب الزبادي اللي انت هتعمليها علشان ما تدلقيش لبن كتير بره او تهدري لبن زي ما انتم ما شايفين كده. هنا في المرحلة دي يا بنات انا كنت مولعة الفرن علشان يدفى، علشان انا هحضن فيه اللبن. مش لازم او مش شرط ان احنا يكون عندنا حضانة للبن، احنا هنحضنه في الفرن. الفرن بندفيه وبياخد ليلة كاملة. هنا دي علبة اللبن او كوباية الزبادي اللي انا هعملها علشان تتأكدوا ان انا اللي عاملة اللبن او انا اللي عاملة الزبادي، مش انا مشترياه من بره. بس طبعا اللي نزل على الوش ده كله كان كريم، فعشان كده الزبادي هينقص معانا، هيبقى ايه ناقص شوية، مش هيبقى الزبادي مليان في الكوباية دي. طبعا احنا لو عملناه في الصيف مش هيكمل معانا، يعني ممكن لو عملتيه الصبح تاكليه بالليل، لكن احنا علشان الشتاء بياخد ليلة كاملة. بتحضني الفرن او بتدفي الفرن وبتحطي فيه الزبادي دي، ما بياخدش ليلة بالظبط، وبيطلع بسم الله ما شاء الله عليه متجانس جدا ومتماسك زي ما انتم ما شايفين. دي علب الزبادي بتاعتي تحفة جدا وموفرة، متماسكة، حاجة حلوة اقتصادية، احنا عاملينها في البيت وضامنين النظافة بتاعتها. ودي الكوباية اللي انا وريتها لكم. عايزة اوريكي الكريمة كانت واصلة معايا لحد فين زي ما انتم ما شايفين، ورست على ايه، رست لحد نص الكوباية عشان كانت كريمة على الوش. يلا لو محتاجة انك تعملي مشروع من بيتك اعمليه، حاجة حلوة جدا. علب الزبادي دي غالية بره لكن احنا هنوفرها في البيت. انا علبة الزبادي اللي انا اشتريتها وعملت بيها الزبادي كانت ب6 جنيه، وكانت علبة صغيرة. فطبعا العلب الكبيرة دي طبعا بتكون غالية. انا عملت 8 علب بس من كيلو لبن علشان العلب دي غالية اصلا او كبيرة واسعة، والعلب دي بتتباع بره ب8 جنيه. فشوفي انت بقى 8 في 8 بكام، هتوفري او هتكسبي مكسب قد ايه. يلا ساعدي ولادك وساعدي جوزك واعملي المشروع دوت، مشروع مربح واقتصادي وحلو جدا. مشروع ما فيهوش اي تعب ومكسب، يعني هتكسبي منه. يلا اللي وصلت معايا لحد هنا تدعمني بلايك وتنزلي تشتركي في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.